بما اننا في وسط المنزل ديال سيدي قدور العالمي. الله 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 وريحه العود، الله على ريحه العود. الله يبارك فيك. بما اننا في وسط المنزل ديال سيدي قدور العالمي، وهذه سابقه في تاريخ مدينه مراكش، انني اعوذ بالله من قلت انايا الوحيد اللي جا تشرف بالزياره ديال هذا المكان، واستأذنا من الصاحب ديالو ومن الناس اللي كيعملوا فيه اللي هما واحد المجموعه من الفنانات تبارك الله عليهم. ها انتم كتشوفوا اللوحات ديالهم، منهم الاخت ديالنا، تحياتي لاله سلمى، تحياتي، حياك الله، شكرا بزاف على الاستضافه. والاخ ديالنا مشرفين بزاف خويا سيدي. ولا مراكش دابا؟ لا دابا صافي، ما بقاش بني ملال. سيدي انا اللي بغيت نمشي لبني ملال، غادي نتبادل معاه، راه كنموت على بني ملال وعلى زيت العود نتاع زاويه الشيخ. الله يحفظكم الحبيب، بارك الله فيك. وحنا باقي كنجيبوا الجوله ديالنا في وسط المنزل ديال سيدي قدور العالمي. تفضل خويا الشريف مولاي عبد الحفيظ. الله يكبر بك. بسم الله. اجي اخويا سفيان شعل لي الضواج. وقيلا شعل. لا سير تفضل تفضل. اجا هذه هي الدار ديال سيدي قدور العالمي. يا الله الخوت كي جاتكم هاد المفاجآت. ولات رواق. وشوف الله تعالى الا بغى ينعم على شي شخصيه وعلى التاريخ ديالها، سبحان الله، ما كيخليهاش حتى في الممات ديالها تولي في طي النسيان. ضروري كتولي شي حاجه مهمه ورائعه. وهذا المنزل ديالو ها نتوما كتشوفوه، والروح ديالو اكيد غادي تكون كنستحضروها. هذا جلاله الملك المغفور له سيدي محمد الخامس رحمه الله وطيب الله طاره. الله يرحمه ويغفر ليه ويغفر لجلاله الملك الحسن الثاني، الله يجعله حتى هو من اهل الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادو شخصيات والله خلينا سيدنا محمد السادس. اكيد اكيد. الله خلينا سيدنا محمد السادس. وقلتها خويا سيدي مولاي عبد الحفيظ، تيرح على الفنانه وتيرح على المساكين. قلتها في واحد سلطان المساكين. اخر برنامج قلتها فيه مع سيدي انس الملحوني، قلت لهم راه المغرب بدون جلاله الملك راه ما ساوي والو. انا كنقولها بعدا، الحمد لله. انا الحب ديالي في هذه البلاد هو الناس اللي كنحبوهم واللي كبرنا معاهم وعرفنا العطاء ديالهم والخير ديالهم سابق علينا كاملين. الحمد لله. كنعموا بالسلم والسلام اللي ما كاينش بزاف ديال البلدان. هذا فضل من الله، فضل من الله. الامان في البلاد هذا الفضل تيرجع لفضل الله تبارك وتعالى سيدنا عز وجل، والهبه اللي عنده الحمد لله. تماما الحمد لله. مع الدول كاملين الحمد لله. وبغيت نشير لواحد المعطى، ان في علم الفقه كاينه واحد المساله كيقول لك حب الاوطان من حب الله. اللي ما كيحبش، لا اسمح لي نقول واحد القضيه، قال لي ما تيحب الوطن ديالو عارفوا ما هذاك ما كاينش لا في حياه لا في والو. تماما. واللي خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. تماما. اولا خصك تحب الوطن ديالك بحال الام ديالك وبحال البا ديالك. مولاي الشريف اجي تفضل معايا. هاني نعم. انا عرض عليك في هذا المكان اللي عرضتوا عليا فيه. الله يحفظك، شكرا. قعد على سيدي عبد العزيز. هذا السي مصطفى هنا تيخدم تبارك الله. السي مصطفى تبارك الله. حنا تبارك الله. سي مصطفى غادي نوجهوا ليه واحد التحيه خاصه. لا الله يعمرها، الله يحفظه ويخلي ليه الوليدات ويخلي ليه الله يجازيه بخير. السي مصطفى هو اللي باقي تبارك الله محافظ على، هو اللي محافظ لينا على، هو اللي محافظنا على. هو انا كنعاتب على السي مصطفى في حاجه وحده. نعم باقي نهضروا معاه ان شاء الله نديروا معاه. بغيتو يدير واحد اللافته ولا شي حاجه ويكتب هنا كان منزل زينه خصو يديرها. انا غادي نقولها ليه، غادي نصيفط ليه ان شاء الله. السي مصطفى الله يجازيك بخير. هذا نداء كنطلقوا انا ومولاي الشريف عبد الحفيظ. تنقول لها الدويريه التي عاش فيها سيدي عبد القادر العالمي. الفتره اللي جا لمراكش واستقبلوه الناس ديال مراكش بواحد الحفاوه وعرفوا بالقدر ديالو. هذا الحقيقه هي. كمل لي يا سيدي مولاي الشريف على سيدي قدر العالمي ديالو. وجاب جا مسكين مضيوم، وحيت جا مسكين لهنا راه استقبلوا المراكشيين. هذا فضل من الله، لحقاش كنا الحمد لله مغاربه، وكنا خصهاش عندك شي قلب زوين كتحب الناس. ما عندكش اخويا الله. هذا المراكشيين الحمد لله تيحبوا الناس وتيحبوا وحتى الناس من الكنيسه. تنعرف الدراري كلهم تبارك الله الفن. مؤخرا الناس جا عندي نور الدين الشماش، جا عندي سيدي تيجي عندي الزروري،
جا عندي بوزهره تبارك الله، جاو عندي شعراء ديال المره ديال ذكرهم لينا هادو اللي الشعراء هادو منشدين. اي عرفتهم. السي ادريس الزعروري راه تشرفت اي سيدي انني حضرت ليه تبارك الله والقلب الكبير. جوج الحفلات جا عندي ديالو بوزهره، جا عندي السي عبد اللطيف كلهم تبارك الله شرفونا هنا في المحل ديالي انا. والناس الله يعمرها دار. وكان تيجي عندي سيدي محمد العالمي الله يرحمه مسكين، هذا ديال فاس. وكان تيجي عندي هذاك الرحيمي الحاج عبد المجيد، هذوك اصدقاء مساكن. ومؤخرا في التصاور كصيفط خرجت واحد سميتو انا والسي نور الدين شماس، باحث في الاكاديمي، القلب الكبير تبارك الله. تبارك الله. ما نكذبوا، انا بلا افتخار انا اللي قلبوا على المسكين وقلبوا تيبقى في خوه المسلم، هذاك عزيز عليا انا. سيدي مولاي عبد الحفيظ، كمل لينا الكلام على سيدي قطور العالمي. هو جا قلنا في القرن الثامن عشر على ما اظن، في 1850 1840. عاش تبارك الله، عاش 110 سنوات. 110 سنه، يعني انسان معمر. دابا هذه البدايه ديال سيدي عبد القادر العالمي، البدايه فاش وقع عليه هذا الشيء مسكين. وكان تيقول حتى الغزال، كان تيقول الغزال. ولكن في الاخر سيدنا الله ينصرو السلطان انذاك تنسى لي قربوا ليه هكذا، قربوا ليه سيدنا، ولا تبارك الله تيخرج مع الغزوات. ولا هو تيدعم دوك كيف نقول لها، هو ولا تيعاون دوك الفدائيين على الوطن ديالو. مدعم نفسي لان هذا الدور، لان هذا الدور عند الفنان كيتميز به على بزاف ديال الناس، انه كيعطيك الدعم النفسي. لا حيت تعيط لواحد الشاعر كبير انا ذاك تبارك الله والصوفي، وتيحترموه الناس، وعطى صدى في ذاك الوقيته هذيك. الملك اخلف ليه تبارك الله، ورجعت ليه الدار ديالو اللي كانت في مكناس. رجعت ليه الدار ديالو تكرم تبارك الله، رجع لمكناس ولا مات هنا في مراكش؟ لا مات في مدينه مكناس. واحد الحومه ديال حومه الله مع الاسف ما عليناش. واحد الحومه المهم رجع هو لمكناس. وهذه الدويريه من بعدو رجع ليها مدفون فيها. وهذه الدويريه هذه شكون اللي بقى سكن فيها من بعدو؟ هذه لا شكل من بعد العلم ولا ما نقدرش نقول هكذاك. المهم بقات دويريه ديالو، عاش فيها واحد المده ورجع مسكين هكذا. عاش واحد المده 19 يقولوا الباحث 19 او 20 او 21 سنه عاش مدينه مراكش مسكين. وهذه هي الدويريه المسكين اللي عاش فيها هنا. نقدروا نطلوا نشوفوا، هي طلنا هاد الجهه، نشوفوا الجانب الاخر من المدينه اللي كان. هذه الطريق اللي غاديه، هذه الطريق اللي غادي داخل السوق. اجي صورها من هنا. سبحان الله. هذه تتسمى ثلاث فحول. قول لي هذا الحمام، هذا الحمام اللي القريب عندنا. قول لي يا سيدي مولاي عبد الحفيظ. نعم سيدي قطور العالمي فاش جا لهنا ما تزوج شيء؟ ما عندنا فكره، ما عندكمش شي فكره؟ محال تزوج. ما غاديش يكون عنده شي ابناء لا في مكناس ولا في لا هذه محال مفرق ياك العلم ولا ما نقدروا نقولوا شي حاجه. لان هاد المعطيات خصنا نعرفوهم باش اذا كانوا. هذه فكره ان وزاره الثقافه خصها تخدم على بحال هاد المعطيات. والاعلاميين الكبار اللي عندنا في وسط المغرب عندهم المام بالميدان ديال الملحون يبحثوا لينا في هذا المعطى. والسيدي قطور العالمي واش تزوج، واش عنده شي ابناء، عنده شي حفاده؟ لان اذا تزوج اكيد غادي يكون عنده حفاده. انا غادي نسول لك الناس ديال مكناس الاصدقاء ديالي وفي الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله غادي نطرحوا. بسم الله تفضل سيدي. هذه ان شاء الله كاين الدراري تبارك الله. بوزهره تبارك الله تا هذا واحد المنشد رائع تبارك الله. ابو زهره شكون اللي ما كيعرفوش؟ والسي ادريس كاع الدراري هذه شكون اللي ما كيعرف السي ابو زهره؟ تحياتنا ليه. ما نساوش السي عبد المجيد فنيش تا هو باحث تبارك الله. وما نساوش ديال الناس ديال مراكش تبارك الله تا هما السي عبد الرحمن الملحولي. السي عبد الرحمن الله يحفظه. ولكن ما عمر ما جبدوا معنا هاد الناس ولا كاع الاساتذه كنحترموهم حنا الحمد لله. هذا ما كان. خصنا نعرفوا هاد المعطيات اخويا سيدي مولاي عبد الحفيظ. لا هذه اول خاص انا الاول ما عندي علم عليها. انا الحاجه اللي ما عرفتهاش ما نقدرش نقولها. انت سيدي عبد العزيز عندك ما نقدرش نقول شي حاجه ما عرفتهاش. سيدي خصني عرفت الحاجه ولا ما عرفتهاش. وهذه كنوعد كنقدر نسول الدراري ديال الناس مكناس ونشوفوا هذه القضيه ديال واش عنده شي وليدات مسكين او لا. ياك اخويا؟ مرحبا. كنستحضروا الروح ديال
سيدي الدكتور العالمي في هذا المكان هذا ما علينا الا اننا ندعيو معاه بالرحمه وندعيو مع الشيوخ، لان اللي كيقول لك الشيخ بلا شيخ جبحو خاوي. لا عمر شبحو خاوي. الور كي كنقول اللي ما عنده قديم ما عنده، لا اللي ما عنده تاريخ ما عنده. تماما. اللي ما عنده كبيره ما عنده مسكين. تمام. الله يعطيك الصحه. هذا الشيء اللي مشى لنا دابا حنا. هذا الشباب ديالنا مساكن تتبقى كاع تنصحوا. جبت لي يا سيدي مولاي عبد الحفيظ كاع الشيوخ اللي عرفتي القدام اللي ماتوا، جبدهم لينا باش نقراو عليهم واحد الفاتحه كاملهم، نجمعوهم فاتحه وحده ان شاء الله. هادي نجبد الشيوخ كاملين واستسمح. لا نسيت شي واحد مسكين. ماشي مشكل. غادي نبداو بالديوان الدواوي اللي قال سيدنا. تفضل. سيدي عبد العزيز المغراوي. سيدي عبد العزيز المغراوي هذا فيلالي. الله معروف. سيدي عبد العزيز المغراوي دابا عنده ديوان تبارك الله تبارك الله، باقي نقدروا نهضروا عليه. مدفون وقيله في ارفود ياك؟ مدفون في ارفود. وتبارك الله عبد العزيز عنده واحد الطور في ارفود، عنده في اكثر من 2 متر وشي نخله متكاله. تيقول اعوذ بالله من شي كلام هرم ليا. شوف المهم تيقول لي عبد العزيز كل شيء طويل الا بحال هكا. دابا نعاود نتقدها. المهم كاين سيدي عبد العزيز المغراوي، كاين سيدي ست هامي المدغري رحمه الله، تا هو الناس ديال التفيلات مساكين، لحقاش انا الاصل ديالي من التفيلات. واخا انا مراكشي هنا وكبرت هنا، الاصل ديالي تيرجع للاصل دوك العلاوين ديال. المهم وكاين سيدي الشيخ جيل متيرز مدينه مراكش. فحل من الفحول. عاش في بن صالح كنظن، كان خدار في باب دكاله رحمه الله، لكن كان في بن صالح. عنده شي علاقه ببن صالح، بحي بن صالح وقيله. عنده شي علاقه ببن صالح. هذاك سيدي محمد الفاسي قال لهم اللي وريني قبر الشيخ جيل متيرز بغيت نبني عليه قبه. لا اله الا الله. تدفن ديك الروضه اللي حدانا في الكتبيه امام السهيلي. اللي حدا الكتبيه هذاك عديب القاسم. هذيك ديك الروضه اللي حدا الكتبيه تما فين كاين، ولكن ما عارفينش القبر ديالو. سيدي ابن القاسم هذا شيخ كبير ديال مدينه مراكش. وهذا سيدي الشيخ جيل المتيرز ما كاينش في الشعراء اللي عاشوه اللي تبعوه اللي ما غرفوش من الشعر ديالو. هذا التاريخ لحقاش كاين نابغه تبارك الله. وشكون اخر اخويا الشريف؟ الشيخ جيل متيرز. وكاين رحمه الله سيدي محمد بن سليمان رحمه الله، مولا الورده استحضرني محبوبي. والساقي وكذا. لا الساقي ديال الشيخ الجيلاني. لا الساقي عنده واحد الساقي، وراني غادي نغنيها بالمناسبه ان شاء الله. غادي تسجل ان شاء الله. واخا سيدي كان شي حاجه ما فايتاش. واخا ماشي مشكل. وكاين سيدي محمد ودرزين. وكاين الحاج دريس مولا رحميه راحت. وسيدي محمد اللي قلت ولد درزين مول الشمعه. اللي غنات جلاله وغناو. الشمعه هذا كل شيء معروف. وسيدي محمد النجار اللي كان ربيب ديال الشيخ الجلالي، ومشى مسكين من هنا وعاش مدينه فاس، مشى من مراكش هو عاش هنا. وشكون اخر؟ وكاين سيدي مول الحراز. هذا اعوذ بالله من الشيطان، تنقول لك راه تيهرب بك. لا تيهرب معليش على العموم. وكاين السي احمد سوهم رحمه الله اللي مات مؤخرا. هادو المعاصرين. والبدناوي سيدي محمد البدناوي الله يرحمه حتى هو. السي احمد هاد المعاصرين ديال الشعراء. الشعراء الجدد ما خداش الحق ديالو، وشاعر الله يرحمه، شاعر وفنان وعازف رحمه الله. صديق ديالي كتب الله خويا الشريف اننا غادي نقراو الفاتحه على هؤلاء جميعا اللي ذكرناهم واللي ما ذكرناهمش. تفقدت واحد الشيخ ديالي هو سيدي محمد الملحوني رحمه هذا الله يخليه له الله يخليه لوليداته. السي محمد الله عمنا كامل. انت عرفتها قعدتي معاه انت. الله راه السي محمد هو الشيخ ديالي، الله يحفظه ويخلي ليه صحيحته. عطى الكاتب لمدينه مراكش، الله يحفظه ويخلي ليه صحيحته. هو اللي باقي في المنشي ديال الكبار تبارك الله. راه مؤخرا سيدي انس كنت معاه في الاذاعه وقال لي راه مشى لشي حفل في وسط مشى ارفود. جاو وانا فرحت انه مشى من بعد الوعكه اللي تماما. مشى مسكين عيان ودا القصيده ديال بواز
ديال واحد القصيده مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة اختاروها ليه ودوزها تبارك الله، حيت سولتها دوزها برائع. حنا غادي نديروا واحد المساله. نعم سيدي. الشيوخ الحيين الله يفتح عليهم، الله يفتح عليهم والله يسهل عليهم ويطول عمرهم، الله يحل كلامهم. امين. حنا اي شيوخ في مدينه في المغرب كاملين تنحبهم لله. لا اله. سمعتي؟ حتى واحد ما عندنا معاه شي حاجه الحمد لله. واللي مات الله يجد عليه الله يجد عليه الرحمات. ورا لي واحد الفاتحه اخويا قبل الشريف. الفاتحه انا كنعقب واحد التعقيب صغير شويه، بغينا اي واحد دوز شي شعر هاكا صراده يدوزو ما فيها باش يقول الشعر ديال من ويرحم على الشعر. انا قلت داك الشعر خصني نقول الشعر ما ناخذ كل شيء انا. تمام. ما بغي حنا اسيدي خذ انت الفلوس. خذ كل غير رحم ليا داك الشعر مسكين اللي عصر الفكر ديالو وجاب لك وقضيه فيها 150 سنه، رحم عليه وقول له هذا الشعر ديال فلان. اش تسمح انا نقدر نكون لا خذ راحتك. لا هذا هو الكلام، هذا هو الكلام ديال المعقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من الجهل وتكرمون بنور الفهم حتى توضح لنا ما أشكال عنا إنك تعلم ولا نعلم إنك علام الغيوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.